أهلا وسهلا بكم أعزائي رواد صفحة وقناة دفتر أحوال. النهاردة بنشوف إيه الاعترافات اللي قالتها نورهان طالبة الآداب اللي هي قتلت أمها، عملت مشرفة عمال ببورسعيد بمستشفى بور فؤاد في بورسعيد، وإيه اللي قالته لها داخل الحبس أو داخل الحجز. وايه الاعترافات اللي قالتها لها بالظبط. عايزين نعرف ايه اللي قالته نورهان بعد ما تم احالة اوراقها لفضيلة المفتي من قبل محكمة جنايات بورسعيد. تعالوا النهارده اقول لكم، معاكم نجوى عبد العزيز الصحفيه، واقول لكم النهارده ان في اعترافات قالتها صديقه نورهان اللي صورتها قدام حضراتكم دي، وقالت لها حاجات يعني لسه لاول مره بتقولها، كانت في لحظه صفا يعني. اولا قالت امي مسامحاني مش عارفه ازاي، وشريكي ليس طفلا وعنده فوق 17 سنة. تفاصيل ترويها نورهان قاتلة أمها مشرفة عمال بورسعيد في لحظة صفا لرفيقة المحبس، رفيقة قاتلة والدتها مشرفة عمال بورسعيد. قالت ميسة صبح اللي هي صورتها قدام حضراتكم في تصريحات صحفية لبعض المواقع الصحفية برضو، وطبعا تناولتها بعض منصات السوشيال ميديا، ان نورهان قالت لميسة زميلة نورهان خليل القاتلة المتهمة بقتل والدتها مشرفة عمال بورسعيد السيدة داليا الحوشي عليها رحمة الله، واللي قتلتها بالاشتراك مع العشيق حسين، واللي هو اتحاكم طبقا امام محكمة الطفل، والتي رافقتها داخل محبسها باسم شرطة بور فؤاد اول. اعترافات جديدة قالتها القاتلة نورهان. قالت بقى ايه؟ حيث قالت ميسة صبح انه لا توجد علاقة بينها وبين المتهمة نورهان القاتلة. هي قالت انا ما فيش بيني وبينها علاقة قبل كده، ما كنتش اعرفها، نافية وجود علاقة صداقة بينها وبين المتهمة قبل الحادث او قبل انها يتقبض عليها وتروح المحبس، مؤكدة انها لم تلتقي بها الا على مدار 6 ساعات فقط قبل عرضها على جهات التحقيق في مشكلة مالية. هي البنت دي كانت يعني موجودة بالحبس في مشكلة مالية كانت سبب في احتجازها. وأوضحت ميسة خلال حديثها إنها لم تسعى للحديث مع المتهمة بقتل والدتها مشرفة عمال بورسعيد، بل إن الأخيرة هي اللي سعت لتجاذب الحديث معها. يعني نورهان هي اللي سعت إنها تتكلم مع صديقتها في المحبس اللي هي ميسة. قالت كي تعرف منها ما يدور عنها في مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والمجتمع البورسعيدي. وقالت ميسة صبح انها شعرت خلال حديثها مع نورهان المتهمة بقتل والدتها مشرفة عمال بورسعيد بانها تمر بحالة عدم اتزان. يعني اللي صورتها قدام حضراتكم من ميسة قالت ان نورهان ان هي شافت نورهان بتمر بحالة عدم اتزان، ولا يوجد لديها اي شعور بخطورة الجريمة اللي هي ارتكبتها. وبعدين تجذبت المتهمة معها الحديث عن لون شعرها وإمكانية ثقب أذنها لتركيب قرط به، يعني تركيب حلق، واستفسرت عن المكان اللي بتتردد عليه للقيام بذلك. فميسة قالت لها، أخبرتها بأن إن هي من تقوم بتلك الأعمال، وسرعان ما عادت لحالتها قائلة أنا عارفة إن صادر حكم بإعدامها. وأكملت زميلة المتهمة بقتل والدتها مشرفة عمال بورسعيد حديثها، قالت لاحظت إن المتهمة بترتدي سلسلة بها دلاية عليها صورتها وصورة أخرى، فطلبت منها أن أراها من باب الفضول ظنا مني
إن الصورة التانية دي لوالدتها، ولكن وجدتها لشقيقها الأصغر أحمد، وقالت لي إنها في الحبس بسبب أحمد. وتواصل ميسة صبح حادثة قائلة: خلال حديثي مع المتهمة لاحظت إنها تريد أن تصل إلى العديد من المعلومات مع حجب التفاصيل، ولم أدقق معها أو أحاول الضغط عليها كي تخبرني، لأنها عادتي ألا ألح في الاستماع لأشياء ربما لا يريد الراوي معرفتي بها. وعن الحادث ووقائعه سردت زميلة الساعات الستة للمتهمة نورهان التي قتلت والدتها مشرفة عمال النظافة إنها أخبرتها بأن المتهم الرئيسي معها حسين محمد، عمره هو مش طفل، ده عمره 17 سنة و8 شهور، وليس كما يتردد في وسائل الإعلام والتحقيقات، وإنها كانت تخاف منه ولم تشترك معه في الجريمة زي حسبما ذكرت هذه التي صورتها أمام حضراتكم، بأن المتهم حسين هددها، ده اللي قالته لها نورهان، بتأديب والدتها في شقيقها الأصغر أحمد. يظهر إنه كان عايز يأذي أحمد، فقالت له لأ، وهو ما اعترضت عليه المتهمة وأبلغته بأن مشكلته مع أمها وليس مع شقيقها، وأن وقع ضبط المتهمان معا في سرير واحد أو في سرير المتهمة بمعرفة والدتها الضحية. قالت ميسة صبح إن المتهمة أكدت لها إنها تلقت اتصال من المتهم في 4 فجرا قبل الحادث بيومين، وقال لها ان هو ان هو عايزها تفتح له الباب عشان يشوف حاجة على الهاتف المحمول بتاعها كان يشك بها، وهددها بعلاقتهما، فاضطرت ان هي تفتح له الباب وادخلته الغرفة وتركت له هاتفها المحمول، وغابت في النوم ولم تشعر الا ووالدتها توقظها وتسألها عن من ينام بجوارها. واكدت المتهمة في سرد للوقائع لزميلتها في المحبس انها ليست بكرا، ولكن في اليوم الذي ضبطت به مع المتهم بالمنزل لم تقام بينهما علاقة، متسائلة ازاي هتقيم علاقة. هي البنت نفسها المتهمة بتقول لميسة، بتقول لها كيف أقيم علاقة وإخوتي في الحجرة التي أنام بها وأمي وأبي في المنزل، وإن كنت فعلا أقمت العلاقة فلماذا أتركه بالمنزل ولا أطلب منه النزول عقب الانتهاء. وكشفت زميلة المتهمة عن أنها ربطت على كتفها، يعني طبطبت على كتفها وعقب الانتهاء من قص ما روت من وقائع، وأكدت لها إنها ارتكبت جريمة بشعة. رجعت تاني قالت لها، يعني بعد ما نفت إنها ما اشتركتش في الجريمة، رجعت تاني وقالت إنها ارتكبت جريمة بشعة في حق أمها، فما كان من المتهمة إلا أن أبلغتها إن والدتها داليا الحوشي المجني عليها، يعني هي لا عفوا هي ميسة بتقول لها أنت ارتكبت جريمة بشعة في حق أمك. فراحت قايله لها بقى المتهمة القاتلة، قالت لها على فكرة ماما مسامحاني وعارفة هي عملت كده ليه. وأكدت ميسة صبح إن المتهمة داخل محبسها كانت تقوم بخدمة الكل، على الرغم من إنها تعلم جيدا إنها على وشك الإعدام. الجدير بالذكر إن محكمة الجنايات هنا خلصت أقوال ميسة صديقة الست ساعات لنورهان، واللي حبت تقولها لبعض المواقع. الجدير بالذكر ان محكمة جنايات بورسعيد سبق وأحالت أوراق المتهمة نورهان خليل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية بإجماع الآراء، وحددت جلسة للنطق بالحكم. كما أيدت محكمة استئناف جنايات أحداث بورسعيد الحكم الصادر على المتهم حسين شريك المتهمة نورهان بالإيداع في إحدى المؤسسات العقابية أو مؤسسات الرعاية. دي كانت متابعتنا النهاردة لحادث الذي مازال يطغى على عناوين صفحات الحوادث ويحتل مكانة في
المهتمين بالشأن القضائي في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية. أنا بشكركم، وإلى اللقاء فيه يعني في متابعات أخرى إن شاء الله. كان معكم نجوى عبد العزيز من دفتر أحوال. شكرا.